تشكيلة الزمالك سهلة وواضحة وما فيهاش أي نقص. محمد صبحي حارس مرمى، عمر جابر باك يمين، محمود بنتايج باك شمال، حمدي الونش وحسام عبد المجيد قلبي دفاع، عبد الله السعيد وناصر ماهر ونبيل دونجا في وسط الملعب، خوان بيزيرا وادم كايد وبينهم عدي الدباغ. التشكيله اللي بيلعب بيها البلجيكي فيريرا في كل الماتشات الاخيره. محمد اسماعيل اللي بيلعب قلب دفاع في غياب الونش اللي ايقافه هيقعد احتياطي النهارده. فيريرا مثبت التشكيل رغم الضعف الفني الشديد في بعض المراكز وبعض اللاعبين، لكن بيعوضوا بحاجتين. بيعوضوا بالجانب البدني، عالي عند الزمالك الجانب البدني، اللياقه البدنيه عندهم عاليه، وبيعوضهم كمان بالحماسه الزياده والقتال الزياده. الزمالك جاي من تعادل مخيب جدا 1-1 مع الجونه في استاد القاهره وضايع منه نقطتين، والموضوع سايب اثر سلبي على اللاعبين. كمان عندهم مشكله ماديه لان هم لسه ما قبضوش بقالهم شهر ونص، وده يديك انطباع ان لو الزمالك اتعرض لهزه في اول الماتش، لو الزمالك اتاخر بجول للاهلي في اول الماتش، الثغرات هتبان بوضوح، وممكن جدا الاهلي يستثمرها بضغط عالي وسريع. البلجيكي فيريرا كاره 2 من المحترفين وعايز يمشيهم، كاره الانجولي شيكو بانزا وكاره التونسي سيف الدين الجزيري، وعايز يمشي الاتنين في يناير ويجيب 2 محترفين غيرهم، ده لو هو قعد. لكن العقود والفلوس والفقر موقفين موضوع الاستغناء عن الاتنين دول.